بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. الصيف دخل، كل عام وحضراتكم طيبين، واللي عنده مروحة قديمة بيطلعها، واللي ما عندوش بيفكر يشتري. في الفيديو بتاع النهاردة أنا هقدم لحضرتك نصايح ذهبية علشان لو حابب تشتري مروحة بدل ما تدفع مرتين أو تخسر فلوسك أو تشتري حاجة بعدين ترميها وترجع تشتري تاني، يبقى لازم تشوف الفيديو بتاع النهاردة. هنتكلم فيه عن 3 نقاط أساسية. أول حاجة، مراوح اوعى تشتريها لأنك هتخسر فلوسك وهتدفع مرتين، لأنك هترميها وترجع تشتري من تاني. مراوح متوسطة تمشي الحال، وده الأنواع اللي غالبية الناس بتشتريها. ومراوح هاي حاجة عالية خالص، هتشتريها وتعيش معاك سنين وتنسى انك اشتريت مروحة. طيب تعالوا نتكلم على الفئة اللي اوعى تدفع فيها جنيه واحد، لانك هتخسر فلوسك وهتدفع من تاني وترجع تشتري حاجة جديدة. الفئة دي حضرات بيسموها الفئة الشعبية، وغالبا اسعارها بتكون تحت 1000 جنيه، سواء كان مراوح سقف او مراوح حائط او مراوح مكتب. فأي مروحة تحت 1000 جنيه اعرف ان هي اي كلام، مش هتعيش معاك وهتعمل لك مشاكل وهتخسر فلوس. المراوح دي زي ايه يا حضرات؟ زي الانواع اللي هوريها لكم في الصور كمان شوية. هتلاقي حاجة اسمها ATA، وهتلاقي حاجة مثلا اسمها، انا بدي لك امثلة بس مش هقدر احصر لك كل الانواع اللي في السوق. ممكن كمان من المراوح الشعبية اللي هي ما ينفعش يدفع فيها اي فلوس، الحاجة اسمها كرنفال، وهعرض لحضراتكم صور ليها. طيب ليه النوعيات ديت ممكن تلاقي حاجة ملهاش اسم او حاجة لها اسم غريب؟ ليه بقى الحاجات دي بتكون وحشة وايه المشاكل اللي بتظهر فيها؟ اولا لان سلك الموتور ممكن يكون ألمنيوم، وده مش نافع ولا معمر ولا بيتحمل. ممكن يكون سلك نحاس لكن ضعيف خالص، او النحاس متخلط بعناصر تانية مش نقي، فتلاقي الموتور بيسخن بسرعة. تلاقي الريشة بتاعت المروحة فيها اهتزاز، بتعمل صوت عالي، الهواء ضعيف، يعني مشاكل من ديت بالكوم. فعشان كده اوعى تدفع فلوس في النوعيات الشعبية الرديئة ديت. انا اديت لك مثال لنوعين، لكن في انواع تانية كتير. فالمقياس عندك يعني اي مروحة اقل من 1000 جنيه اوعى تشتريها. دي صورة لمروحة حائط كرنفال يا حضرات، زي ما حضراتكم شايفينها، اللي هي 5 ريش ومكتوب اسم اللوجو بتاعها في النص اهوت. ودي صورة برضو لمروحة سقف كرنفال زي ما حضراتكم شايفين كده. دي صورة مروحة ستاند ATA من نوعيات الرديئة، برضو حوالي 800 جنيه او تحت 1000 جنيه، 900 مثلا. ودي صورة لمروحة ستاند من ATA، والنوعيات دي مشهورة كتير لكنها رديئة جدا، فاوعى تدفع فيها اي فلوس، لان زي ما قلنا هتعمل لك مشاكل كتير ومش معمرة ولا هتتحمل معاك، وممكن موتورها يتحرق بسرعة وهتلاقيه بيسخن جامد، واهتزاز واصوات وهواء ضعيف والمشاكل اللي اتكلمنا عنها دي. طيب تعالوا بعد كده يا حضرات نشوف النوعيات الوسط، اللي هي حاجة تمشي الحال وتستاهل الفلوس اللي بتدفع فيها ومشاكلها اقل، او ممكن يكون ما فيهاش مشاكل بتتحمل شوية، زي فريش وتورنادو. الموتور بيكون ملفات نحاس، سلك قوي مثلا 2 دوزيم او 2.5، مش زي النوعيات الشعبية اللي هي 1.5 دوزيم، يعني بيكون الملف محمل شوية، الموتور ما بيسخنش. الريش بتكون مظبوطة، عشان كده ما بتعملش اصوات ولا بتعمل اهتزاز، الهواء بتاعها بيكون اقوى شوية زي الصور اللي هنشوفها دي يا حضرات. ادي صورة لمروحة فريش، مروحة حائط هي حضرات. مش مهم بقى مروحة حائط، مروحة ستاند، مروحة مكتب، مروحة سقف، المهم الشركة المصنعة. في شركات بتعمل الحاجة بتاعتها بدقة وبجودة حلوة، وطبعا الحاجات اللي هي تحت بير السلم اللي هي ملهاش اسم او اسمائها غريبة، او الحاجات اللي بتبقى تجميع دي بتكون تجميع، ويكون الفينش بتاعها اي كلام، وبتكون حاجات قطع غيار ومتجمعة، فما بتديكياش النتيجة المرجوة والنتيجة المطلوب. ودي مروحة حائط تورنادو اهي حضرات، زي ما حضراتكم شايفين في الصورة كده.
4 ريش. طبعا دي سعرها حوالي 2000 جنيه، تزيد حاجة بسيطة او تقل. فالفريش والتورنادو من النوعيات المتوسطة زي ما اتكلمنا، مشاكلهم اقل، جودتهم احسن، سعرهم متوسط زي ما اتكلمنا قبل كده. تعالوا بقى نشوف النوعيات الهاي والحاجة العالية اللي فعلا الاستثمار فيها استثمار صح، لانك هتدفع فيها فلوس وتجيبها وتنسى انك اشتريت مروحة تعيش معاك سنين. اول حاجة معانا مروحة بريفكس. بريفكس بقى ايا كانت 18 بوصة 21، ايا كان حجمها او ايا كان حائط او مكتب. اللي معانا في الصورة دي حضرات مروحة استند اهيت 21 بوصة بالريموت، سعرها حوالي 2400 جنيه. دي يعتبر حاجة بقى من الحاجات الجيدة اللي تعيش معاك سنين. تعالوا بقى حاجة عالية كمان اعلى شوية، بس دي سعرها خيالي، سعرها بيوصل حوالي 4600 جنيه. معانا الصورة دي حضرات لحاجة اسمها كاستل زي ما حضراتكم شايفينها في الصورة كده. طبعا دي بتوفر بقى في الكهرباء، مفيش فيها اي مشاكل خالص، يعني مفيش اهتزاز، مفيش صوت عالي، الهواء قوي، بتوفر في الكهرباء زي ما قلنا. فيها اوبشن الحاجات الحديثة بالريموت، يعني فيها كل حاجة حديثة، يعني جودة واتقان وتشطيب وكل حاجة، مفيش فيها غلطة. بس طبعا زي ما قلنا سعرها مبالغ فيه شوية وسعرها غالي. وديت نوع تاني من الكاستل برضو بيعمل حوالي نفس الرقم من 4000 ل 4500 جنيه زي ما حضراتكم شايفين في الصورة كده. 3 ريش واللوجو بتاعها في النص زي اللي في الصورة كده بالظبط. احنا كده وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى يكون حضرتك استفدت من الفيديو بمعلومة. لو عجبك الفيديو دوس لايك علشان الفيديو ينتشر على اوسع نطاق، شير الفيديو لاصحابك علشان الكل يستفيد. لو عندك اي سؤال اكتبه في تعليق وانا تحت امركم هرد عليه ان شاء الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.